ايه رايك لو قلت لك ان في اكلات معينه لو دخلتها في اكلك اليومي هتقوي اسنانك وتخليها تقاوم التسوس بشكل طبيعي؟ في الفيديو ده هقول لك على 5 اكلات بسيطه جدا لكن تاثيرها على اسنانك اقوى من اي معجون انت شفته. اول حاجه معانا الجبن والالبان. الجبن والالبان فيهم فوسفور وكالسيوم بنسبه عاليه جدا، والاثنين دول بيرجعوا معادن المينا وبيخلوها اقوى ضد الاحماض، وكمان بيزودوا افراز اللعاب اللي بينظف البق طبيعي. تاني حاجه معانا وهي المكسرات. اللوز والجوز والفول السوداني مليانين معادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم، ده غير انها بتساعد في تنظيف الاسنان من البلاك، عشان كده هي سناك مثالي يقوي الاسنان ويحميها. تالت حاجه معانا وهي الخضار المقرمش زي الجزر والخيار. الاكلات دي مش بس صحيه، انها بتعمل نفس الحاجه اللي بتعملها الفرشه لكن بطريقه طبيعيه، ده غير انها بتنظف بقايا الاكل وبتحجز اللعاب وبتقلل التصبغات. غير ان فيتامين اي الموجود في الجزر هو حاجه اساسيه لصحه الاسنان. وقبل ما ندخل على النقطه الرابعه، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لان ده بيساعدني جدا في ان انا اكمل صناعه محتوى. النقطه الرابعه معانا وهي التفاح. التفاح الناس بتسميه الفرشه الطبيعيه، وده بسبب قوامه المقرمش، وده بينظف الاسنان طبيعي وكمان بيحفز اللعاب. ده كمان فيه فيتامينات والياف بتحافظ على اللثه وبتقويها وتحميها، عشان كده طبق فاكهه تفاحه كل يوم يحميك من التسوس. رقم 5 معانا الشاي الاخضر. الشاي الاخضر مش بس للدايت، لا ده كمان لصحه اسنانك، وده لانه غني بمضادات الاكسده اللي بتقتل البكتيريا الضاره وبتقلل التهابات اللثه، غير انه بيقلل البلاك اللي هو السبب الرئيسي في التسوس. بس الافضل انك تشربه من غير سكر، وده عشان تاخد منه الاستفاده الكامله. في النهايه احب اقول لك ان الاكل مش بس بيسبب تسوس، في بعض الاكلات اللي بتحمي الاسنان وبتقويها ضد التسوس. وعايزك تقول لي في الكومنتات ايه اكتر اكله من ال5 اكلات دول انت ما كنتش متوقع انها تبقى موجوده واتفاجئت لما عرفت انها بتحمي اسنانك. وفي النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وسلام.